هنظبط الارفف اللي في دماغي. هنعمل هنا ده في عرض 1.2 وعرض اللوح، ومن السناب هنلقط نجيب ايدج فيسز عشان نتأكد ان كل حاجة متظبطة وان السناب على الايدج. وهعمل شيفت انستانس وهلقط برضو. هعمل بوكس، طبعا انا مفعلة الاوتو جريد، ومن السناب هفضل مشغلة السناب وانزل لتحت واعمل السمك 1.2 برضو. هعمل شيفت لتحت كوبي وهمسك من السناب اخلي ده تحت كده. طبعا انا هيبقى عندي كنبة، فمش لو في ارفف تحت مش عارفه احط فيها حاجة، فهعمل ارتفاع ده هعمله. اتأكد الاول السناب تحت، هتأكد كده. هنخلي الارتفاع بتاعي 90. عايزين نعمل انستانس بقى بحيث ان المسافة اللي باقية ديت تبقى قد بعض. هنشوف هي قد ايه، بس عشان نعملها بالآلة الحاسبة هنمسك سناب كده ونيجي من الطرف ده نروح للطرف ده ونشوف الارتفاع جاي معايا كام. 2.98، وهيبقى عندي 4 وحدات. انستانس 4 خليها ونرفعها فوق ونعدلها بالسناب بحيث ان هي تبقى معانا كده. هعمل بوكس لسمك الخشب اللي بيبقى ورا، عرض 60 1.2 93. من السناب هنا عشان انا عايزة يبقى كده تمام كده. خلصنا من ده. طبعا اللي ورا ده بيبقى جبس بقى او علافات عادي. ممكن اعمل حاجة زيادة ان انا اخلي هنا برضو شنفر. باجي هنا واضغط حرف السي واختار شنفر، واختار برضو احط هنا الاماونت 0.4 سيجمنت 8 بالشكل ده. واخد من هنا برضو كوبي، بضغط هنا كليك يمين واخد كوبي واجي في ديت اعمل بيست. عملت لي لو جت في الايدج فيسز اهي عملت لي سموث، مش حادة، بتبقى فرندا شكلها حلو. طيب في حاجة لازم ناخد بالي منها، الوزارة. لو انا عامل وزارة عادية هحتاج ارفع الكلام ده 12 سنتي. لو انا هعمل وزارة اللي هي بتبقى حديد بالارتفاع 2 سنتي، وزارة سمرة كده بنحطها واقوم عاملاها كده ارتفاع 2 سكيب دبليو واحطها كده كده مش هتبان من ورا الكنبة فما بهتمش اوي يعني. وده بيترفع 2 سنتي لو انا هشتغل والحيطة دي هتبان معايا، غير كده مش فارقة معايا اصلا، انا مش باينة عشان كده ما عملتش حساب في ابعاد. كده احنا خلصنا الحيطة دي، خلصنا خلاص الموديلنج بتاعنا. العنصر راح مني وعايزة اجيبه تاني، بضغط زد على العنصر او العناصر بتاعتي، بضغط هنا رجعت للمشروع بتاعي.
انا عندي الباب وهجيبه بلوك، او لو انا شايفه موديل باب معين اخترناه للمشروع مفيش منه بلوكات فبنعمله موديل. الشباك بقى هو اللي طالما معايا واجهات المشروع ومعايا القطاعات لازم ناخده من المشروع نفسه. فاحنا ممكن نعمله بوكسات وممكن اصدره او اعمله اكسترود واحط عليه حاجات واعمل الشباك. فانا مش عايزة اطول عليكم اكتر. هو هيبقى مثلا لو انا دخلت الخطوط ديت المشروع هلقط عليها بالسناب، هنا بوكس وهنا بوكس وهنا بوكس وهنا بوكس، بوكسات بقى. فده هتبقى مقرفة جدا في التصميم. كتدريب هنتدرب على اللي فات افضل من ده، لكن ده بقى هعمله بخطوط وهدخله تصدير ويتعمل على طول بسرعة. فيما بعد هعرفكم عليه بس عشان ما تقلش الدنيا. هتقولوا لي يا باشمهندسة الغرفة باين عليها ان هي مش كبيرة وراح تعملي تجليدة بعمق 20 سنتي. هقول لكم طلبات العميل. انا بالنسبة لي شايفة ان دي تكلفة ان انا اعمل هنا علافات او اعمل تجليدة تانية سواء جبسون بورد او حتى خشب علشان بس احط اكسسوارز هنا. بالنسبة لي مش افضل حاجة، بس احنا بنمشي حسب طلب العميل وبنترجت الفكرة برضو حسب المكان وحسب ابعاد المكان. هنعمل انهايد اول. وعندي الغرفة السقف بتاعها هنعمله فلات. هجيب السناب من هنا والقط هنا وانزل بالستين سنتي بتوعي اللي هيبقى فيهم التكييف تحت 60 سنتي. هيدن سيلكشن عشان نشوف الدنيا اهو. عايزة بيت ستارة، طبعا انا بعملها بالايزد بولي واللي هناخده بعدين. ممكن نحركها احنا هنا كده مثلا بيت الستارة 20 25 ولا 20 او مش هحط نور كده. واجي بوكس للسناب واجي هنا هنزل عمقه مثلا قلنا 60 قول 40 مثلا كده. احط الستارة بتاعتي. ايه تاني ممكن اعمله معاكم هنا؟ طبعا هدخل البلوكات وهعمل الشباك والباب وكده المشروع يكون جاهز للماتيريال والريندر. وبفكر اعملها وركشوب بحيث ان الناس تتعرف على الاضاءة والماتيريال، ولكن مش هدخل في البدايات. يعني ايه، هحاول اسهل الدنيا ولكن مش بدايات. فالفيديو اللي جاي هيكون الماتيريال والاضاءة بحيث ان انتوا تبقوا عارفين الدنيا بتمشي ازاي، ولكن اعرفوها وخلاص. خلصنا وعايزين نسيف. هنيجي من فوق من كلمة فايل ونضغط ونختار سيف از واختار المسار اللي عايزة احفظ فيه المشروع بتاعي. وارقمه او احطله اي الاسم اللي انا عايزاه واعمل سيف. وطول ما انا شغالة بعمل سيف. باجي من هنا واعمل سيف او اعمل كنترول اس. وفي عندي لو انا ما سيفتش وحصل مشكلة في الفايل اجي من هنا من دوكيمنت هلاقي 3D ماكس بالفيرجن اللي انا حطاه واختار اوتو باك. هيبقى عندي اخر حاجة متسيفة او البرنامج سيفها بشكل تلقائي للمشروع. بس منعتمدش عليها قوي غير في المشاريع الكبيرة. فانت طول ما انت شغال اعمل كنترول اس بخصوصا لو الكهرباء بتقطع او هيحصل مشكلة رايح تدخل بلوك ما انتش ضامنه. فاعمل الاول سيف قبل ما تدخل.